ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يلا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وحشتوني كتير. النهاردة انا عايزة اتكلم عن حاجة مهمة جدا. في ناس كده عمالة تتكلم وتنزل فيديوهات وبتتكلم عن الزوجة الأولى والزوجة التانية وبيحكوا حاجات غريبة. فأنا مش عارفة يعني اللي بتطلع تتكلم دي وتقول لك الزوجة الأولى ديت صفاتها وصفاتها، ولو انت كنتي بتسعديه وكنتي كويسة معاه ما كانش بص تاني وكلام من ده. يعني ازاي يعني انت بتقولي كده ليه؟ أكيد انت زوجة تانية. فطبعا طلعت دافعي عن أي زوجة تانية. لا يا حبيبتي، كل واحد له ظروفه وليه حياته الخاصة محدش يعلم بيها غير ربنا. فما تطلعيش تتكلمي وخلاص. أشرع محل الأربعة واحنا عارفين كده، لكن مش تفاصيل يعني ان كل واحد يتجوز بقى ايه بالأربعة وبالاتنين وبالتلاتة ويقول الشرع محل الأربعة. لا يا حبيبي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده زوجاته. شوف كان بيعملهم ازاي وبيعدل بينهم ازاي. انت تيجي ايه؟ اتعلمت ايه؟ وعشان واحدة تطلع تتكلم وتقول الزوجة الأولى كذا والزوجة لا يا حبيبتي، اتكلمي عن نفسك وبس. انت مش زي غيرك، كل واحدة ليها حياتها الخاصة. وبعدين تيجي واحدة تقولك دي خطافة رجالة. ايوه فعلا هي ما كدبتش على فكرة. في اشخاص، مش هنقول الكل يعني برضو عشان في رجالة عينها زايغة كده وبتبقى تفاصيل عندهم يعني. وفي بقى حريم اشخاص كده يعني برضو مش كلهم خطفت فعلا رجاله. ازاي؟ بتتنيها ورا الراجل، ما بتسيبهوش الا لما تجيبه على بوزه. بتفضل وراه لحد ما توقعه. بالمكر بقى والحيل بتاعتها ما بتسيبهوش. صوابعنا مش زي بعضها، زي ما فينا الحلو فينا الوحش. محدش فينا ملاك ولا حد فينا معصوم من الخطأ. فزي ما في راجل عينيه زايغة وبيحب الستات وعايز يتجوز دي ودي كتفاصيل بس مش كشرع بقى وكلام من ده، في حريم كمان كده بتقول لك ايه، تفضل ورا الراجل ما تسيبهوش لحد ما تجيبه على بوزه وخلاص. يعني بيقع فيها بقى في المطب ويتجوزها. وتيجي تقول لك اصل مراته الاولى مش بتسعده. ده خدني على حب، وفجأة تلاقي الحب اتحول واتطلقوا. هو ايه بقى؟ ما حسش بنفسه يا عيني، مشي وراها وفي ثانية فرح زوجة تانية وكده. فجأة اكتشف انها كانت نزوة وسابها. فبلاش ناخد بقى كله عاطل مع باطل، ولما نتكلم صح عشان كل واحد ليه ظروفه الخاصة. في راجل بيتجوز برضو عنده ظروفه، مراته متوفية، عايز زوجة او فعلا مراته مش مريحاه بيتجوز تاني. ماشي، في واحدة بتطلق مرتاحتش مع جوزها وبتتجوز. في حالات كتير. فاحنا مش هنحكم على حد، كل واحد ليه ظروفه. فان انت تطلعي بقى تتكلمي وتقولي الزوجة التانية مش عارفة ايه والزوجة الاولى دي كانت ايه، وتشكري بقى في دي وفي دي وفي دي، وان انت يا ما هنا ويا ما هناك. لا يا حبيبتي، تتكلمي عن نفسك بس، ما تتكلميش عن الكل. وانتي برضو مش هتقبلي ان حد يهينك او يجي على كرامتك ويعمل فيكي كده.
تتكلمي اتكلمي عن نفسك بس، ما تعمميش الناس كلها، عشان ربنا اللي عالم بينا وباللي في بيوتنا وباللي جوانا. وغير كده مش هقول غير ربنا يهدي سركم جميعا ويسعدكم. انا مش بتكلم الكلام ده بحدد بيه شخص معين، لا، انا سمعت الكلام ده، يعني مش هذكر اسامي حد، وتابعتها ودايما يعني كل كلامها كده. فانا شايفه ان الكلام ده غلط، ما ينفعش، شايفه هجوم عليها جامد قوي قوي قوي، لان فعلا الناس مش عاجبها الكلام ده، عشان هي بتعمم الكلام للجميع. فيا ريت ما نغلطش في حد واحنا ما نعرفش، ونقول دي كويسة ودي مش كويسة. ولازم قبل اي حاجة نحافظ على اسرار بيوتنا. الحاجات اللي بين الزوج والزوجة دي ما ينفعش تخرج على فكرة لأي حد ولا أي كلام. في مشاكل بتحصل كتير كده فجأة كده، في كلام ما ينفعش يتقال بيتقال، وحاجات غريبة بتتحكي بين الزوج والزوجة ما ينفعش نتكلم فيها نهائيا. أنا مش عارفة في إيه وإيه اللي بيحصل ده وإيه الكلام اللي بيتقال ده. خلاص بقت حاجة عادية، كل حاجة بنقولها لازم نخلي بالنا، وكل واحدة وواحد حافظوا على بيتكم وعلى ولادكم، ولو مفيش ولاد لسه ربنا يكرمكم حافظوا على بعض، ما تدخلوش حد تالت بينكم. انت حافظي على جوزك، ما تدخليش صاحبتك بينك وبينه في اي مشكله، قريبتك ايا كان مين ما تدخلهاش بينك وبينه في اي مشكله، ما تدخليش حد في مشاكلك بينه وبينه. وانت كمان ما تدخلش صاحبك بيتك، ما تدخلوش في اي مشكله ان هو داخل يحلها. ممكن على فكره الدنيا تتخرب في الاخر، تقولش لا ده صاحب عمري، انت تقولي لا دي صاحبتي دي انتيمي. مفيش الكلام ده، خلاص بقى احنا الدنيا اتغيرت خالص، بقى بيحصل حاجات غريبه كتير قوي. اكيد طبعا انتوا فاهمين كلامي، وربنا يسترها على بيوتنا جميعا ويسعدكم كده يا رب، وما يدخلش الشيطان بينكم. وتمنياتي لكم جميعا بالخير والسعاده. مع السلامه.